ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض لعبة بينج بونج. من خلال اللعبة دي هراجع على بعض المفاهيم اللي احنا خدناها في الدروس السابقة، وأعرف برضو شوية بلوكس جديدة كده عليه. اللعبة كانت عبارة عن إيه؟ لو نفتكر كده، هي عبارة عن كورة. الكورة دي بتخبط في المضرب، كل ما تخبط في المضرب السكور بيزيد 1. لو الكورة ما خبطتش في المضرب ووقعت، يبقى كده إيه؟ يبقى كده اللعبة انتهت واللاعب خسر. خلينا نختار الخلفية والشخصيات. خلينا نختار خلفية مناسبة من باك دروب. أي خلفية بقى ممكن نلاقيها مثلا مناسبة. خلينا نختار الخلفية دي. خلاص، القط ده احنا مش عاوزينه. وهنختار كورة. وكمان هنختار المضرب اللي هو البدل. نبحث عن البدل. تمام. خلينا نغير حجم الكورة شوية، نخليه وليكن 50. والبدل نكبره شوية ونخليه 120. تمام. ممكن نغير لون البدل شوية عشان يبقى متماشي مع الخلفية. هنيجي هنا مثلا ونختار اللون الأزرق الغامق. تمام. قلنا ان اللعبة عبارة عن ايه؟ ان المضرب بيتحرك يمين وشمال، والكرة بتتحرك ما بين كده حدود اللعبة وكمان المضرب. لو الكرة وقعت هنا المفروض ان اللعبة تنتهي. طب احنا هنحرك المضرب يمين وشمال ازاي؟ عارفين ان في حاجة عندنا اسمها الاحداثيات الاكس والواي، بيتحرك عليها ايه؟ بيتحرك عليها الشخصيات او الحاجات الموجوده في اللعبه بتاعتك. تمام. يعني اللي بتحدد موقع الشخصيه من اللعبه بتاعتك. يعني مثلا هنا هتلاقي مثلا ان الاكس بسالب 48 والواي بكام؟ بسالب 86. لو عملناها هنا هنلاقي برضو ان الاكس اتغيرت والواي اتغيرت. لو عملناها كده هنلاقي ان الاكس اتغيرت والواي اتغيرت. يبقى انا اللي عاوزه اقوله ان الاحداثيات هي اللي بتحدد لي موقع الشخصيه عندي في اللعبه. تمام تمام. فاحنا محتاجين نراجع سريعا كده عن الاحداثيات عشان نعرف احنا بنعمل ايه. خلينا نجيب خلفية بتوضح لي الاحداثيات بتاعتي. هي دي الخلفية دي. خلينا نخفي بس البدل ده. ايه بس نخلي الكورة. لو انا عاوزة اخلي الكورة في النص، فزي ما احنا كنا فاكرين اللي احنا بنخلي الاكس بزيرو والواي بزيرو. هنلاقي ان الكرة جت في النص. يبقى نص السكرين اللي عندي. تمام. لو انا عاوز اخلي الكرة تمشي ناحية اليمين، هلاقي ان الاكس بتزيد. طب انا عاوزاها تمشي ناحية الشمال، هلاقي ان الاكس بتقل. تمام. يبقى انا لو انا عاوز اخلي البدل دي، نظهرها بقى. عاوز اخلي البدل تمشي ناحية اليمين، يبقى انا عاوز ازود الاكس كام؟ يبقى انا عاوز ازود الاكس سواء بقى بواحد اتنين تلاتة اي حاجة. المهم انا عاوز ازود الاكس. فنيجي هنا عند الموشنز ونعمل تشينج الاكس باي 10. نركز بس على البدل، هنلاقي ان البدل هيمشي ناحية اليمين. تمام. ليه؟ لان انا زودت الاكس بكام؟ ب 10. يعني كل شويه امشي زود الاكس ب 10. يعني الاكس دلوقتي 73، لو عملنا كده هنلاقيها 83، 93، 103. تمام. طب انا عاوزه الاكس تمشي ناحيه الشمال، يبقى انا اعمل هنا ايه؟ اخليها بالسالب. فنيجي كده نخليها سالب 10. لما ايه المفروض ان اعمل دلوقتي؟ لما انا اعمل رن هلاقي اني البدل بتمشي ناحيه الشمال. تمام. يبقى احنا اللي احنا عاوزين بس نعرفه اني عشان اتحكم في حركة اي سبرايت عندي، فبتحكم منه عن طريق الاكس والواي. بغير قيم الاكس والواي عشان يتحرك. عاوزة امشيه ناحية اليمين او الشمال، فبغير في قيمة الاكس. عاوزة اطلعه فوق او تحت، فبغير في ناحية الواي. يعني بغير في قيمة الواي. يعني مثلا كده الواي هنا بكام؟ الواي هنا
بسالب 125. لو انا عاوزه اطلعها لفوق فبالتالي هزودها. طب عاوزه انزلها لتحت هقللها. يعني نركز كده مع بعض. خلينا بس في الموجب عشان نركز. دلوقتي 18، لو انا طلعتها هنا هل ال 18 دي هتزيد ولا تقل؟ المفروض هتزيد. خلينا كده نشوف. هنلاقي ان هي بقت ايه؟ 92. يبقى بكل بساطه اللي انا عاوزه اعرفه هنا ان انا عندي حاجه اسمها الاحداثيات دي اكس وواي، هو اللي بيحدد مكان الشخصيه اللي عندي او الحاجه اللي عندي في سكراتش. خلينا نكمل بقى، نرجع الحاجات دي كلها زي ما هي. ثانية. طب انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اني لما اضغط على السهم اللي في الكيبورد البدل يتحرك. هعمل كده ازاي؟ خلينا نفكر كده مع بعض. انا عاوز اقول ايه لما اضغط على الاسهم البدل يتحرك ناحية اليمين. طب انا بقول لو ضغطت على الاسهم او لما اضغط على الاسهم يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل شرط. يبقى انا محتاج هستخدم ايه؟ هستخدم الاف. هنيجي هنا عند كنترول ونختار اف زن. طب انت عاوز الشرط ايه؟ الشرط هو الضغط على الاسهم. هاجي هنا عند سينسينج ونختار الكي سبيس، ولكن هنغير السبيس دي وهنخليها ايه؟ اللي هو السهم اليمين. طب انت عاوز لما اضغط على السهم ناحية اليمين او السهم اليمين ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان الاكس تتغير بمقدار ايه؟ بمقدار 10. ليه مقدار 10؟ لان احنا قلنا لما ازود الاكس بمقدار اي مقدار موجب هتمشي ناحية اليمين، ولكن لما ازودها باي مقدار سالب هتمشي ناحية الشمال. هنيجي هنا عند الموشنز ونختار change x by 10. خلينا كده نرن الكود. مفيش حاجة حصلت. ليه مفيش حاجة حصلت؟ لاني عاوز اقول لك ان الكمبيوتر سريع جدا في الاستجابه. هو هتلاقي اصلا بص كده على الحته دي هتلاقي نورت بسرعه وطفت، نورت بسرعه وطفت. طب انا عاوزها تبقى شغاله على طول. يبقى انا عاوز استخدم ايه؟ يبقى انا عاوز استخدم اللوب. هنيجي هنا عند الكنترول ونختار forever. خلينا كده نشوف ايه اللي هيحصل. انا كده بضغط على السهم اليمين اللي هو عندي في الكيبورد. طب انا عاوزه لما اضغط على السهم الشمال ايه اللي يحصل؟ تروح برضو يعني هي كده ماشيه في اتجاه واحد، انا عاوزاها ترجع تاني. بحيث مثلا الكرة تيجي كده انا المضرب يجي ناحيتها، تيجي كده المضرب يجي ناحيتها. يعني كده المضرب بيمشي في اتجاه واحد، انا عاوزاه يمشي في اتجاهين. هعمل ايه؟ بالظبط كده هاجي هنا عند الاف واعمل دبليكيت، ولكن بدل ما هو السهم اليمين هعمل ايه؟ السهم الشمال. وهغير بمقدار ايه بالظبط كده؟ هغير بمقدار سالب، وليكن بمقدار سالب 10. خلينا كده نشوف ايه اللي هيحصل. ثانية يا شباب، لا ما ينفعش، لازما ده بره الاف مش جوه الاف. خلينا كده نشوف. اه كده بيروح لما اضغط على السهم الشمال يروح ناحية الشمال، ولما اضغط على السهم اليمين يروح ناحية اليمين. احنا كده برمجنا البدل كبارت 1 من لعبة البينج بونج. ان شاء الله في الفيديوهات القادمة هنكمل برمجة اللعبة. شكرا والسلام عليكم.